انا كواحد راح يشتري الروايه بتاعت ماريو ابو العباس، انا اول حاجه اصلا جت في دماغي عن ابو العباس ده افتكرته ان هو ابو العباس احمد بن فرناس اللي حاول ان هو يطير. فتعالى بقى اكلمك عن واحد ما يعرفش اي حاجه عن ابو العباس المرسي، وما كانش يعرف ان في حد اصلا اسمه ابو العباس المرسي، واطلع على معلومات من خلال الروايه ديت، وصل لايه وايه رايي في الروايه بعد اللي انا قراته فيها. فيلا بينا يا نبدا. رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو في البدايه الآن. كده، وزي ما قلت لك انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن ابو العباس المرسي، وفي نفس الوقت انا كنت قرات الروايه قبل كده ريم بسيوني، وهي روايه القطائع. وروايه القطائع لو كنت بتشوفوا الفيديوهات بتاعه البودكاسترز وكده، احنا كنا بنتكلم عنها اصلا، وانا كنت بقول لهم يا جماعه انا مش حاسس ان هي فيها تصوف قوي يعني. فانا كنت متوقع ان دوت مستوى التصوف الطبيعي بتاع ريم بسيوني لحد ما قرات دي. واول كام صفحه كده يعني احنا قاعدين كده يعني، وكنت نزلت فيديو عن الموضوع بهزر يعني، ومشغل اغنيه صوفيه كل ما كانت تظهر حد عمال يعمل كده يعني، لان فعلا انا كنت حاسس ان احنا رايحين في الحته دي. وكنت بدات ازهق من الروايه بصراحه يعني. بس بعد كده بدات ان انا اقرا، وبصراحه عشان ريم اسلوبها سلس جدا وجميل جدا، فانا بقيت حابب ان انا اكمل الروايه، وبقيت حابب ان انا اقرا فيها كمان. وحاجه بقى كمان حصلت، فكره ان انا بدات ابحث ورا الكلام ده، وشوف مين ابو العباس ومين الشيخ الشاذلي ومين الناس ديت. واكتشفت ان الناس ديت مش وحشين زي ما احنا متوقعين يعني. احنا اصلا لما بنيجي نفكر في الصوفيه، هم الناس اللي هم بيخرفوا شويه في الدين وبيقولوا حاجات غلط بس يعني طلع ان الموضوع مش كده. وابو العباس المرسي ما كانش كده، والشيخ الشاذلي ما كانش كده، من بحثي ومن السيرش اللي انا عملته يعني. فبصراحه ده خلاني احب بقى ان انا اقرا روايه واشوف الشخص ده تاريخيا كان عامل ازاي، وكان ايه فكره ان هو بقى يعني بيهدي الناس والحاجات الجميله ديت يعني. ولما قرأت فعلا اتبسطت من الرواية، وفي نفس الوقت دوت خلاني أبحث بصراحة شوية. فيعني هي شكرا طبعا للكاتبة إن هي طرحت موضوع زي ده، لأن ده خلاني أنا نفسي أبحث. أنا معرفش أنتوا ممكن تبحثوا ولا لأ، بس أنا لقيت إن أنا مش عارف حد فدخلت أبحث عنه يعني. لقيت إن أنا مش عارف حاجة عن أبو العباس المرسي، دخلت بحثت عنه شوية. لقيت إن أنا مش عارف حاجة عن واحد تاني اسمه ابن العطاء السكندري، دخلت بحثت عنه شوية، وهكذا. ففي الجزء بتاع ان هو هتديك شويه معلومات عن ناس انت ما كنتش تعرفهم، لو انت زي يعني ما كنتش تعرفهم، هي هتديك شويه معلومات وهتخليك تبحث وتهتم ان انت تشوف. طيب، نتكلم بقى على فكره ان هي صوفيه. هل في حاجه وحشه؟ هل في حاجه غلط؟ وهكذا. انا بصراحه زي ما قلت لكم في النص الاولاني او في الجزء الاولاني من الروايه، ما كنتش مركز قوي في ان انا بقى اطلع فيها حاجه مش مظبوطه او كده. انا كنت بقرا وانا زهقان اصلا يعني. بس بعد ما عرفت ان يعني الدنيا ممكن تمشي، وان احنا ممكن نقرا حاجه زي كده، وان الموضوع لذيذ، وان الشخصيه اللي هو ابو العباس المرسي انا حبيته فعلا، بدات بقى ان انا اركز اشوف لو في بعض المشاكل او في حاجات. وبصراحه هي فيها كام نقطه صغيره كده يعني. ده اللي انا عرفت اطلعه، ممكن تطلع حاجات تانية، بس اللي انا عرفت اطلعه يعني. هي عملت منشن لقصيده اسمها البرده، كاتبها واحد اسمه عبد الله البوصيري. القصيده ديت فيها بعض الابيات اللي مش كويسه، بس القصيده كلها كويسه يعني. في اكتشفت ان في علماء مسلمين اصلا كانوا حافظين القصيده ديت، وكانوا عارفين الابيات اللي مش كويسه اللي فيها يعني. ففي ابيات معينه هو يعني بيستغيث بالنبي مش بربنا يعني، فدي حاجه غلط. في نفس الوقت هم برضو ابن عطاء الله السكندري دوت المفروض ان هو كان عنده صراعات كتيره جدا مع شيخ الاسلام ابن تيميه. فانا مش عارف ايه الصراعات اللي كانت بينهم بصراحه. وفي نفس الوقت في الكتاب اللي هو كاتبه اللي هو اسمه العطايا، الحكم العطائيه، الكتاب دوت بيقول ان هو في بعض الكلمات محتاجه ان هي تتفسر يعني. فاللي كان بيفسرهم بقى بعد كده لما جم بقى الناس الجديده بتاعت الصوفيه اللي هو بقى دوت يعني، فسروا الكلام دوت بشكل غلط. بس فاللي بيجي يتكلم بيقول لك ايه، بلاش الكتاب ده. فالفكره ان هي منشنت الكتاب دوت بالذات في جزء من الاجزاء بتاعت الروايه يعني، مع ان كان في كتاب تاني يعني يحقق نفس الهدف. الفكره ان هو كان ساعتها ماريو بيحاول ان هو يدور عن اي معلومات عن ابو العباس، فحد قال له ايه او جاب له كتاب الحكم العطائيه، مع ان في كتاب تاني اصلا اسمه لطائف المنن في مناقب المرسي وابو الحسن يعني من اسم الكتاب هو بيتكلم عن المرسي وابو الحسن، فاللي هو ابو الحسن الشاذلي يعني. فانا كنت حاسس ان الكتاب ده ممكن يتحط اكتر من التاني. مش عارف هي ليه حطت التاني الاول. طيب، لو سيبنانا بقى من كل الكلام دوت وبدانا ان احنا نفكر في حبكه الروايه ذات نفسها، ايه رايي في حبكه الروايه؟ انا بصراحه حبكه الروايه عجبتني جدا، لفكره ايه، انت دلوقتي عندك شخصيه معينه اللي هي المرسي والعباس،
وانت عايز تحكي روايه على لسان حد تاني اللي هو ماريو. فانا ليه اخترت ماريو اصلا في الاساس؟ احكي لك بقى. ماريو ده يا جماعه واحد من اهم مصممين المساجد في القرن اللي فات. هو اصلا اللي صمم المسجد بتاع المرسي ابو العباس، وبعد ما صمم المسجد اسلم، وغالبا كان يعني صوفي شويه. فاختيار الشخصيه جامده جدا، فكره ان انت اخترت شخصيه البني ادم اللي صمم المسجد بتاع المرسي ابو العباس وخليته اكنه عارف يتكلم مع المرسي ابو العباس في الماضي وبيدور عنه وبيبحث عنه، وهما الاثنين بيتكلموا مع بعض بطريقه او باخرى. الفكره كحبكه جامده جدا، بس فيها مشكله بسيطه، وهي فكره ان هما الاثنين بيتكلموا مع بعض ديت. يعني هي طبعا كالنص او الروايه حاجه جميله جدا ولذيذه، بس عارف اللي هو ايه، لا 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 اللي هو حاجه خارقه قوي لابو العباس يعني. فده المفروض ان هو ايه يعني، كان يوضح في حته معينه ان دوت مثلا حاجه خياليه، او ان هي مثلا حاجه مش متاكدين من صحتها او حاجه زي كده، لان هما يعني ازاي يتكلموا مع بعض وده ميت وده عايش، فاهمني؟ بس كحبكه كفكره ان انت بتحبك يعني بين شخص عادي وشخص عادي، وعايز توصل حكايه الشخص العادي ده على لسان الشخص العادي دوت، لا جامده جدا. فكره ان انت عرفت تختار واحد فعلا يناسب الشخصيه دي، ودي من اكتر الحاجات اللي خلتني اصلا ادي روايه 4.5 من 5. هي روايه بصراحه محبوكه حلو ومظبوطه حلو، وكان في شخصيات معينه بتخش وتطلع تبقى مقفوله كويس ومفتوحه، يعني دخلت بطريقه كويسه وخرجت بطريقه كويسه. ما عدا شخصيه واحده بصراحه انا كنت يعني اللي هو لقيتها مره واحده اختفت كده. طب ايه يا جماعه، طب ايه اللي حصل لها؟ طب ماتت؟ طب عاشت؟ طب ايه؟ اتاري بقى ان الشخصيه دي اختفت شويه وبعد كده رجعت تاني. فلما رجعت تاني فهمت هي ليه اختفت بشكل صدمه كده. هي اختفت بالشكل اللي انت فينها عشان تفضل تفكر فيها طول وقت الروايه لحد ما ترجع تاني. فبجد يعني الشخصيه اللي خلاص دورها خلص كانت بتخلص بطريقه اللي هو ايه، لا خلاص ده خلص وانت خلاص يعني شلته من دماغك، طلع من دماغك وخلاص ادى المهمه بتاعته في الروايه. الشخصيه اللي هترجع تاني تكمل في الروايه كانت على طول بتفضل في تفكيرك، طب هي فين؟ طب هي بتعمل ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ وهكذا. هل كل الشخصيات اللي في الروايه انا اتاكدت ان هي شخصيات صحيحه؟ معظمهم يعني معظمهم حوالي مثلا 90% منهم، ما عدا شخصيه واحده اسمها نجمه خاتون. دي انا ما عرفتش الاقيها بصراحه لان هي اسمها نجمه وخاتون ده لقب. فانا نجمه خاتون لما بحثت مش راضي يطلع لي حد ومش لاقي حد معاصر للفتره ديت، فممكن تكون موجوده او ممكن لا، انا ما اعرفش. بس انا ما لقيتهاش عن نفسي يعني. بس بصراحه روايه حلوه لذيذه جدا، وانصحكم ان انتوا تجربوها، وانصحكم ان انتوا وانتوا بتجربوها تسيرشوا وراها. وعلى فكره هتعرفكم ان الصوفيه مش كلها وحش، مش كلها اللي هو شطح ونطح والهبل ده، لا في حاجات فيها كويسه. وعلى فكره كمان يعني هتحببك في ربنا زياده، لان احنا دلوقتي مشكلتنا اصلا يا جماعه ان احنا على طول ايه، خاف من عذاب ربنا، خاف من عقاب ربنا، هتروح النار، مش عارف ايه. انما الصوفيه في المطلق وفي الكتاب ده تحديدا يعني هو بيحاول يحببك في ربنا. وهي اصلا القصه كلها بتحكي عن رحله المرسي ابو العباس، من ان هو مش فاهم ليه بيحصل له كل الحاجات دي، لان هو خلاص بقى بيحب ربنا، وايا يكن ايه اللي هيحصل له او ايا يكن المشاكل اللي هتعدي بيه، هو خلاص بقى في سلام نفسي وفي هدوء، وعارف ان دوت خير من عند ربنا، وان هو كده كده كل اللي هو عايزه من الدنيا ان هو يموت علشان يقابل ربه اللي هو بيحبه. فبصراحه لذيذه جدا وجميله جدا، وخلتني فعلا ابص بقى لفكره ان هو ايه العباده وربنا بشكل مختلف. مش فكره ان انا لازم ابقى خايف منه، لان انا كنت اصلا كان عندي السؤال ده قبل كده في حياتي كتير جدا، اللي هو فكره هو انا ليه لازم ابقى خايف من حد، او بالذات يعني بالذات اللي هي ربنا يعني. انا ليه لازم ابقى خايف؟ طب ما انا ممكن اكون بحبه، يعني اللي هو انا بعمل الحاجه عشان حابب ان انا اعملها ليه، مش حابب، مش بعمل الحاجه عشان خايف منه مثلا او خايف من عقابه. هو انت طبعا المفروض تبقى خايف منه يعني، بس مش اللي هو الدافع الاساسي ليك ان انت تبقى خايف، لا ان انت تبقى حابب. واكتشفت ان فعلا الدافع الاساسي ليك لما بتبقى حابب بيبقى احسن بكتير من ان انت تبقى خايف. وبس كده. رواية تقييمها 4.5 من 5، هحطها على جود ريدز 4 بصراحة. فأنصحكم جدا إن أنتوا تجربوها. بس يعني إيه، في ناس كانت بتقول في الكومنتات أو في الريفيوز عليها إن هي بتنشر أيديولوجية معينة اللي هي الأيديولوجية الصوفية يعني. فيعني أنا قلت لك أهو، هي المرسي وأبو أو الماريو وأبو العباس. أبو العباس ده واحد صوفي، هي رين بسيوني في كتاباتها ليها جانب صوفي شوية. فالرواية صوفية مش عاجبك ما تشوفش، بس عشان ايه انا استغربت من الموضوع دوت بصراحه، لان هو كان حد مشهور يعني، وكان كاتب بيقول ان هو ايه هي ليها ايديولوجيه صوفيه. طب ما هو منطقي يا اسطى من العنوان، يعني منطقي من العنوان ومن الكاتبه ان هو تبقى ايديولوجيتها صوفيه. مش عاجباك ما تقراهاش. بس فدي المعلومه اللي انا عايز اقولها لكم.
وروايه رائعه جدا واسلوب ريم سلس جدا جدا. فانصحكم ان انتم تجربوها، واشوفكم في فيديو جاي.